في صباح يوم 19 إبريل سنة 2024 أعلن خبر وفاة الممثل الكبير صلاح السعدني، واللي طبعا أعماله الفنية المميزة معروفة للجميع. لكن اللي كتير ما يعرفوش إن صلاح السعدني اتوقف عن التمثيل لسنوات، وده بقرار جمهوري في السبعينيات، وده بسبب مواقفه السياسية من الرئيس أنور السادات. يا ترى إيه الحكاية؟ القصة بدأت من شقيق صلاح، وهو الكاتب الكبير والراحل محمود السعدني، واللي بمجرد تولي أنور السادات كان بيطلق عليه النكت الساخرة واللاذعة جدا. ومن بين النكت اللي وجهها محمود للسادات وهو بيقول: عبد الناصر موتنا من الرعب، والسادات هيموتنا من الضحك. وبعد فترة فوجئ بإلقاء القبض عليه وعرض للمحاكمة بتهمة محاولة الانقلاب، وده أثناء تخلص الرئيس الراحل من رجال عبد الناصر. لكن بعدها بسنتين أفرج عنه مع اللي أفرج عنهم في الفترة دي. بخروجه من السجن تطورت الأمور إلى حد كبير جدا، لأنه لقى أنه هو في قرار جمهور صادر بفصله من مجلة صباح الخير وحرمانه من الكتابة وحظر ظهور اسمه في أي جريدة مصرية حتى صفحة الوفيات. طبعا مشكلات محمود السعدني مع السادات أثرت قوي على شقيقه الأصغر الفنان صلاح السعدني، واللي كبر الموضوع كمان هو توقيع صلاح على وثيقة عملها عدد كبير من مثقفي مصر بيدينوا فيها وبيرفضوا حالة اللا سلم واللا حرب اللي أعلنها السادات. وطبعا دي كانت خديعة من السادات لإسرائيل قبل مفاجأتهم بعبور أكتوبر سنة 73. وبسبب التوقيع ده حصلت أزمة في حياة صلاح قوي قوي قوي، خاصة بعد انتقاده لأوضاع البلاد في عهد السادات خلال إحدى الندوات الجامعية. طبعا بقى بعد الموقف ده أصدر الرئيس أنور السادات قرار بمنعه من التمثيل وباشتراكه في فرقة الفنانين المتحدين وقت عرض مسرحية مدرسة المشاغبين. وفي لقاء من سنوات لما سألوه عن أنور السادات فجأة كده اضطرب وأبدى استيائه من الفترة دي وقال: السادات أنا ماليش دعوة بيه، كأنه معدي. قال كده بالحرف. بعد ثورة يناير صرح في حوار لمجلة الشباب وقال: كان في مشروع لتقديم شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، وأنا كنت سعيد قوي بالفكرة دي لأني بحترم هذا الرجل وأقدره في الكثير من مواقفه، لكنها ما زالت مجرد فكرة. رحم الله الجميع.